السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم هي القصة ديال واحد الشيفور درموك ديما شاد الطريق ما بين المغرب وموريتانيا، كيجي مرة في الأسبوع أو أسبوعين لدارو. مزوج وعنده 2 وليدات عايشين بخير معززين مكرمين، ولكن كان عنده واحد المشكل. فينما كيجي لدارو يرتاح ويشوف وليداتو كتبقى عليه مراتو بالنكير. حقا انت كتسافر ومفطح مع راسك وعايش الحياة، عطيها غير للنشاط والبنات، وانا مخليني حاصله مع ولادك ما شفت ما تشوفت. ديما نفس الاسطوانه كتعاودها. صافي السيد عيا من هاد النكير. واحد النهار قال ليها فلانه جمعي حوايجك غادي تسافري معايا. السيده فرحات، جمعت الشنطه ديالها ونعسات. وصلت 4 الصباح بغا كيفيق فيها. ونوضي وصلوا الدراري عند موك باش نمشيو. بقات كتكسل وتقول اويلي مع الفجر، حيت فاش كان كيمشي بوحدو عمرها فقط توادا معاه وما عارفاش فوقاش كيمشي. المهم وصلوا الوليدات عند نتابو وشدوا الطريق. السيده بحال غدا العرس، لابسه مزيان ودايره بالحاله. وصلوا واحد الفيلاج صغير، قال ليها هبطي نفطروا. جلسها في القهوه المعهوده اللي كيفطر فيها سنوات. حطوا لهم الحرشه والمسمن واتاي. قالت له فلان اش هاد الشيء؟ فين الباتيسري؟ بغيت بتي بان كرواسون. قال لها كلي داكشي اللي كياكل راجلك المفطح وهنينا. فطروا واستأنفوا الطريق عاوتاني ووصلوا واحد المدينه صغيره. قال لها هبطي نتغداو. دخلوا للقهوه اللي مولف يتغدى فيها هو واغلب الشيافريه. السيده بقات كتدور في عينيها، قالت له فلان فين الريستو؟ انا بغيت تاكوس ولا بيتزا شاورما. جاوبها بنفس الجمله، قولي داكشي اللي كياكل راجلك سنوات هادي. السيده ما عجبهاش الحال. المهم كلات شويه من الطاجين صافي، مشات الحمام رجعت قالت له اش هاد الطواليت البلديه وما معقماش ما فيهاش بابي جينيك. قال لها سيري دخلي وسكتينا، هادشي اللي عطا الله في هاد البلاصه. السيده بقات هازه نيفها ومزاجها بدا كيتغير. طلعت لرموك قالت له بغيت الناس. عطاها واحد الملايه نقيه ولكن طبعا فيها ريحه المازوت. قال لها رجعي الكابيني اللور ونسي. هي نسات وهو شاد الطريق طالق الموسيقى المفضله عنده بشويه لمحاربه الملل والروتين. وشاد الطريق كتسمع غير الموتور كيطحن، ومره كيتصل بيه شي واحد من صحابو ولا الخدمه كيهضر معاهم. ومن بعد ما اتصل بنسيبته يطمئن على ولادو، وصل للصحراء اللي ما فيهاش الريزو وطفى التليفون ونزل طيب الجميله فيقها لا تغسل الماعن وهي غير كتشوفو ساكته وعيانه. وعاودوا شدوا الطريق. وصلوا حطوا الحموله ناس شويه وعاودوا رجعوا. فاش وصلوا للدار بقات تعنق فيه وتبكي وتطلب منه السماحه، حيت شافت شحال كيتعذب ويتكرفس عليها وعلى ولادو وعائلته. من تما السيد ولا كيرجع الدار لقى مراتو فرحانه بالقدوم ديالو، متبسمه في وجهه، موجده ليه الدوش وحويجاتو نقيين والماكله سخونه اللي ياكل واللي يدي معاه في الطريق، حيت شافت وتاكدات باللي راجلها كيمشي يخدم ويدمر، ماشي كيمشي يسافر ويزها كيف ما كانت كتسمع عليه وعلى الشيافريه. هذه قصه حقيقيه وتحيه لجميع الشيافريه.